السلام عليكم. لو بتعمل هذا الإجراء في المستشفى فقبل الإجراء: 1. قم بفحص الوصفة الطبية وملف المريض. 2. لغسل يديك بطريقة صحيحة. قم بإزالة أي مجوهرات والساعة ثم بلل يديك. قم بوضع كمية كافية من الصابون على يديك. قم بفرك راحة اليد براحة اليد الأخرى، ثم راحة اليد بظهر اليد الأخرى مع التخليل بين الأصابع، ثم فرك راحة اليد براحة اليد الأخرى مع التخليل بين الأصابع، ثم شبك اليدين هكذا مع الفرك بحركة شبه دائرية. وبحركة دائرية قم بفرك إصبع الإبهام لكلا اليدين. بحركة دائرية قم بفرك قمة الأنامل هكذا لتنظيف ما تحت الأظافر، والعكس في اليد الأخرى. بحركة دائرية قم بفرك رسخ اليد هكذا، ثم قم بشطف يديك بالماء في اتجاه واحد. جفف يديك من الماء بمنشفة ورقية. اغلق الصنبور بمنشفة ورقية أخرى. 3. قدم نفسك للمريض. 4. تعرف على المريض بوسيلتين: إما أن تسأله عن اسمه وتاريخ الميلاد، أو التعرف من ملف المريض، أو من رقم الID. 5. جهز الأدوات: مفرش مصل السوائل، زوجان من القفازات الطبية المعقمة، سرنجات جل مخدر وملين أو KY جل، محلول صلاين، وسرنجة فارغة لنفخ البالون بها، طابق يمكن إزالته، ملقاط بلاستيكي، كلامب أو مشبك، القسطرة المناسبة لحالة المريض اللي منها: 1. القسطرة الخارجية، ودي بيتم تركيبها على العضو خارجا. هذا النوع بيستخدم للرجال فقط، واللي بيرتدى كالووك الذكري على العضو هكذا بعد تنظيف العضو من الأعلى إلى الأسفل، ثم شبك القسطرة البولية به. لا يستخدم للمرضى اللي بيعانوا من حصوات المثانة، أو في حالات تضخم البروستاتا أو تورم الإحليل. هي مفضلة لمرضى سلس البول، لكن هذه تستخدم للنساء وتوضع هكذا بعد تنظيف العضو من الأعلى إلى الأسفل، ثم توصل بجهاز شفط السوائل والذي يشغل عند الرغبة في التبول. لا يستخدم للمرضى اللي بتعاني من تورم الإحليل أو لديهم حصوات في المثانة. ينصح به لمرضى سلس البول. يوجد نوع آخر من القسطرات الخارجية، ومنها للرجال أو النساء أو الرجال المسنين، واللي بترتدى كشورت ثم بتربط من الخلف بإحكام لتصبح فتحة القسطرة ملاصقة على العضو. وأيضا نفس الموانع للنساء والرجال. يوصى به لمرضى سلس البول. ثانيا، القسطرة الداخلية، ومنها قد تكون ذو مسلك واحد وهي محدودة لتفريغ البول فقط، أو ذو مسلكين واللي بتستخدم لفترة أطول، أو ذو 3 مسالك حيث الممر الثالث بيستخدم لإدخال الدواء للمثانة وخاصة أثناء العمليات الجراحية. بيتم تركيبها إما عن طريق الإحليل أو من فوق العانة. بالنسبة لقسطرة فوق العانة بيتم إدخالها للمثانة في مكان الحوض بعد عمل أشعة تلفزيونية على الحوض لتحديد المكان السليم. تستخدم في بعض حالات تضخم البروستاتا أو في حالة تلف العضو بسبب حادث مثلا. لا تستخدم في حالات سرطان المثانة أو في حالة تواجد جروح في المكان. ثانيا، عن طريق الإحليل. قم بفتح شنطة القسطرة واللي بيتم تجهيزها في غرفة المريض. افرد المفرش هكذا على ترابيزة نظيفة. قم بوضع القفاز المعقم على الترابيزة. ضع كمية من محلول الصلان على طبق الشاش، والذي قد يستخدم في تنظيف العضو لو احتاج. قم بإزالة القسطرة من غلافها هكذا وبدون لمسها بيدك. املأ السرنجة بماء معقم وليس صلاين.
واللي هيستخدم في ملء بالون القسطرة. قم بسحب من 5 ل 10 سم هواء ثم حقنه في قارورة الماء ليستبدل بماء. يجب وضعها على سطح معقم. افرد غلاف القفاز المعقم هكذا. امسك القفاز الأول من الداخل ثم ارتديه. امسك القفاز الثاني من الخارج ثم ارتديه حتى يظل سطح القفاز معقم. قم بتفريغ الطبق البلاستيكي من الأدوات. ثم إزالة الغلاف ووضع القسطرة في الطبق. جهز حقن الجل المخدر. وضعها على سطح معقم. لتسهيل الدخول قم ببل القسطرة بصلاين. يجب استخدام صلاين من القارورة وليس الذي على الشاش. قم بتنظيف العضو من الأعلى إلى الأسفل بالملقاط البلاستيكي. غير القفاز بقفاز آخر معقم. لحقن الجل في الإحليل. ضع كمية من الجل خارجا، ثم الحقن في الفتحة الأعلى والأصغر عند النساء. يتم استخدام جرام جل لكل سنتي طول من الإحليل. وبكده هتحتاج لحقن من 5 ل 10 جرام جل للنساء ومن 20 ل 30 جرام جل للرجال. قبل الدخول اغلق القسطرة بمشبك في حالة الحاجة لعينة بول أو توصيل القسطرة بحقيبة البول. قم بإدخال قسطرة البول ببطء في الفتحة الأعلى والأصغر. يتم حقنها للمرأة لنصف طولها تقريبا، ويتم حقن القسطرة كاملة للرجال. لتثبيت القسطرة املأ البالون بالماء المعقم. كمية الماء بتكون مكتوبة على الغلاف، أو استخدم من 5 ل 10 مللي إن لم تكن مكتوبة. ثم شد القسطرة للتأكد من أنها ثابتة في المثانة. يلا ادعمنا بلايك واشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك هيستفاد الجميع. متنساش التعليق بمساعدة تطوير القناة. شكرا.